ايه اللي بيحصل ده؟ مش هقول ايه اللي انا شايفه ده. الدنيا مقلوبه، بين داعم لمحمد صلاح وبين ناسف لمشوار وتاريخ محمد صلاح. مفيش حاجه في النص، يعني كله ضرب كده، مفيش على راي اللي قالوا. يعني المفروض ان احنا نهدى، واظن لما نهدى هنعرف نفكر. فرق كبير ان انت تفكر عشان تقول كلام صح، وبين ان انت تنفعل او يعني تمشي في الموجه او يعني تركب الترند وتقول اي كلام، وبالتالي بتبقى المساله في النهايه خساره كبيره جدا. وهو السؤال اللي بيطرح نفسه الحقيقه، يعني هو مصلحه مين اللي بيحصل مع محمد صلاح؟ لا يمكن تكون مع مصلحه صلاح ولا مصلحه الكره المصريه ولا سمعه الكره المصريه ولا لاي سمعه. اعتقد ان اللي بيحصل لمحمد صلاح ده يا اما يكون شويه احقاد، يا اما شويه ناس مدفوعين مأجورين، يا اما شويه نجوم بيغيروا من محمد صلاح. الكتائب بتشتغل بشكل كبير على محمد صلاح، كما لو كان محمد صلاح هو منتخب مصر. محمد صلاح ليس منتخب مصر، محمد صلاح لاعب في منتخب مصر. ممكن جدا جدا المنتخب يبقى كويس، محمد صلاح كويس. ممكن جدا جدا المنتخب يبقى وحش، يبقى صلاح وحش. وبما ان صلاح ما هوش ملاك، يبقى امر طبيعي جدا جدا ان يصيب وان يخيب، انه ينجح مره، يتالق مره، يجيد مره، ما يجيدش مره. لكن لمجرد موزمبيق وبنص ساعه او في هاف تايم في ماتش غانا قدرت تتكركب على صلاح بهذا الشكل، انا بقول انه محتاجين نهدى. انقد صلاح كما تشاء، وطبعا وانت بتنقد لازم تبقى القصه واضحه. النقد يا اخوانا ان انت تقول ايجابيات البني ادم وسلبياته. مستحيل في ماتش كوره يبقى صلاح كله سلبيات، ومستحيل كمان انه في كل نجاح ليه يبقى كله ايجابيات. دي في حاجه في كده وفي كده، وبالتالي انا بقول ان احنا يعني لازم الدنيا تهدى شويه. لازم نتعامل مع صلاح لان هو فعلا اسطوره كره القدم المصريه. صلاح هو افضل من انجبت الملاعب المصريه. سمعه صلاح والسمعه الكبيره اللي عملها لمصر لها يعني مزايا كتير جدا جدا، اكبر من الفوز بمباراه. يعني ما تبقاش الدنيا تتكركب في لحظات. وزي ما بقول مساله النقد متاحه للجميع، بس وانا بنقد لازم اقول الصح ولازم اقول الغلط. وبما ان المشوار ما زال طويل، وصلاح ثروه كبيره وحاجه قيمه كبيره جدا للكره المصريه، يبقى التعامل الموضوعي المنطقي مع صلاح مهم جدا جدا، لانه حاجه مهمه. صلاح حاجه مهمه، فالتناول معاه لازم يكون بقدر موضوعي حتى يكون هناك نوع من الاقناع. محمد صلاح زي ما قلت ما هوش فوق النقد، لكن لا تكبر الموضوع ولا تقلله. وزي ما قلت القصه كلها ما تبقاش ضرب كده وانفعال. الانفعال بيخلي الانسان لما يجي يفكر غلط، وصعب جدا ان احنا نفكر غلط خصوصا مع محمد صلاح. شكرا لحضرتك.